فراخ كنتاكي المنزلية. الوصفة ده لفراخ كنتاكي KFC، أنا جايبها لكم من شخص في أمريكا، يعني أكيد حلو زي بتاعت مطاعم كنتاكا الأصلية. الوصفة المقاربة لفراخ كنتاكي KFC. المكونات: الدجاج، دجاجة مقطعة إلى 8 أو 12 قطعة. مكونات التتبيلة: كوب لبن زبادي أو لبن رايب، 2 ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بودرة ثوم، ملعقة صغيرة بودرة بصل، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار اختياري. مكونات التغليف: البانكو، 2 كوب دقيق أبيض، ملعقة كبيرة نشا، 2 ملعقة صغيرة بابريكا، 2 ملعقة صغيرة بودرة بصل، 2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم، ملعقة صغيرة زعتر مجفف، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار اختياري. بيضة مخفوقة مع ملعقة كبيرة لبن. زيت للقلي، زيت نباتي مثل عافية للقلي العميق. طريقة التحضير: تتبيل الدجاج. انقع قطع الدجاج في خليط التتبيلة لمدة 3-4 ساعات على الأقل في الثلاجة. يفضل تركها طوال الليل للحصول على نكهة أعمق. تحضير التغليف: اخلط جميع مكونات الدقيق والبهارات جيداً في وعاء واسع. التغليف والقلي: اغمس كل قطعة دجاج في خليط الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم مرة أخرى في خليط الدقيق للحصول على قشرة سميكة. سخن الزيت على درجة حرارة 175 درجة مئوية أو متوسطة. اقلي قطع الدجاج لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، مع التأكد من نضجها من الداخل. ودلوقتي كده الفراخ المقرمشة بتاعتنا بقت جاهزة، ريحتها روعة وطعمها أكيد هيكون أحلى من المطاعم. بس طبعاً الوجبة ما تكملش من غير الحاجات اللي لازم تبقى جنبها، زي البطاطس المقرمشة، الكول سالو، والصوصات المختلفة زي الثومية والباربيكيو. وعلشان نقدمها زي المطاعم حطينا كل الحاجات دي جنب الفراخ على طبق التقديم. جربوا الوصفة دي في البيت واكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، أو لو عندكم أي أفكار لتحسينها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا الجديدة. نشوفكم في الفيديو الجاي مع وصفة جديدة من مطبخنا. سلام.